قال لك وين راه الحل؟ هي في الحقيقة ماشي وين راه الحل، كيفاش الشعب تعلم يكذب على روحه. السؤال دايما يرجع ويرجع بإلحاح، كلي راه يستعطف فينا وين راه الحل، كلي زعما الحل راه مخبي ولا راه معقد ولا يحتاج كان شعب قاري هكا باش يفسر لنا الأمور. والحقيقة باينة معروفة والتفادي نتاعها مقصود. الحقيقة أكثر قسوة وأكثر إزعاج، الحقيقة اللي بغى يسمعها هي أنه ما عندناش مشكل نتاع نقص حلول، عندنا مشكل نتاع نقص إرادة اللي فيها ثمن يتخلص. وطالما هذه الجملة هذه ما تتجرعش ما تنهضمش، أما الباقي خطابات لا أكثر ولا أقل. الحلول الكاذبة نبداو بها، والأكاذيب اللي تريحنا اللي تواسينا. أول كذبة الرجل المنقذ، نستناوه دايما، رئيس نقي، جنرال مختلف، إسلامي مقبول، ديمقراطي مرخص، منفي شجاع. والله غير الشجاعة اللي ما عندهاش خطر، اللي نهربوا منه، التضحية اللي نرفضوها. هذه هي الحقيقة اللي رانا نواجهوها. لكن الشعب يستنى كش واحد ينقده. الشعب اللي راه يستنى كاش واحد ينقده هو شعب قبل يبيع حريته بأرخص ثمن. ما يستاهلش هذه الحرية. تبدل راجل في نظام مريض ماهوش دواء، ماهوش شفاء، هو طلاء لزنزانة، وكأنك بدلت البنتورة للحبس. ثاني كذبة الكلام، نحسبوا باللي الهضرة فعل، نكتبوا نفضحوا نحلوا نشاركوا رانا مخلطين ما بين الراحة النفسية والتغيير السياسي. لأن نظام قمعي ما يطيحش خطر ننتقدوه، ولا يطيح كما يبقاش قادر يخدم. ثالث كذبة الأخلاق، نحسبوا بكثرة الوضوح الظلم يطيح وحده، كثرة الدعاء دوك الظلم يطيح وحده. لكن السلطة ما تحس لا بالعار ولا بالتناقض، ما عندهاش أخلاق، ما عندهاش مبادئ، ما عندهاش قيم. تحس غير بالضغط ولا غيابه. رابع كذبة الوقت، هذه الجملة الإجرامية أنهم النظام هذا ما يقعدش يدوم، يطول ولا يقصر. كل الأنظمة تقدر تدوم طالما الخوف ما دامه قائم. علاش الثورات تفشل ديما؟ الثورات تفشل ديما لنفس الأسباب. تفشل لخاطر ثورات عاطفية ماهيش منظمة. الغضب يضرب ومن بعد يتفرق، خاطر ما كان حتى واحد حاب ينظم حاجة اللي تفرض علينا المواجهة. ثورات تفشل خاطر تخلط ما بين الحشد والشعب، الغاشي والشعب. الحشد يصيح يصرخ، الشعب يبني. تفشل خاطر ترفض الوقت، نحبوا كل شيء ليه كل طرابنديست، نحبوا نتحروا، نحبوا نظام نظيف بلا فوضى بلا ثمن شخصي. لكن ما كانش خروج مريح من نظام عنيف. تفشل خاطر كل واحد يستنى الاخر يبدا، وقبل كل شيء تفشل خاطر الخوف يبقى فرضي راكب وساكن في كل واحد فينا. علاش الشعب الجزائري مازال محبوس؟ ماشي لقلة الشجاعة، لأنه تكيف مع الوضع، تكيف مع نظام جزائري ما حكمهش برك، أعاد البرمجة نتاعه، غرس
مثلت ردود فعل عميقة فيه. نعيش قبل ما نحيا، نسكت قبل ما نهضر، نتحمل قبل ما نبدل. علمونا باللي الكرامة خطيرة والتنظيم مشبوه والمبادرة غلطة. بدلوا المواطنة بالتدبير والشجاعة بالحيلة والتضامن بالشك. ثاني عائق التشتيت. قسمونا مناطق، لغات، ايديولوجيات. شعب مفرق ما يتحررش، يقارن بعضه البعض ويبطل العمل نتاع بعضه البعض. ثالث عائق التفويض الدائم. تفوضوا كلش للسلطة وللجيش ولربي عز وجل وللقدر، لكن اللي فوض حريته راه تنازل عليها. رابع عائق هو التعب الأخلاقي. الجزائري ما هو الجبان، راه مكسور، وكسروه غير بشوية، كسروه حبة حبة، درجة درجة. مكسور بالتكرار، بالفشل، بالخيانة، ومن بعد يهبط سقف الطموح نتاعه للضروري. ناكل، نصبر، ونحمي وليداتي. وهذا النظام راه فاهمه مليح. إذا وين راه الحل نهائيا؟ الحل ماشي لطيف، ماشي شباب، ماشي مطمئن، ماشي شعبي. الحل يبدا نهار اللي كتلة اللي معولة تقبل حقيقة بسيطة. ما كانش تغيير بلا خسارة راحة، بلا صراع، بلا عصيان منظم. ما كانش معجزة، ما كانش اختصار، كان غير انضباط جماعي، تضامن حقيقي ووقت. يعني كل شيء اللي نضلوا هاربين منه، اللي ما نحبوش نسمعوه. وهنا السؤال ما بقاش وين راه الحل. السؤال الحقيقي هو واش حنا مستعدين نبطلوا نكذبوا على رواحنا؟ واش حنا مستعدين نعترفوا باللي النظام واقف بخوفنا اكثر من اللي واقف بقوته؟ واش مستعدين نفهموا باللي الظلم المعروف واللي عند بزاف اكثر طمأنينة من حرية مجهولة؟ ولينا نتعاملوا مع الظلم إذا كان معروف ومع الحرية إذا كانت مجهولة؟ واش مستعدين نواجهوا هذه الحقيقة القاسية؟ الشعب يقدر يكون مقموع بلا ما يكون بريء من الجمود نتاعه، ماشي بطبعه بل بالتطبع نتاعه، بالتكيف نتاعه. كاين لحظة وين عدم الفعل ما يبقاش غير معاناة، يولي تعاون صامت مع الإهانة الذاتية. هو يرخص فيك وانت تعاونه باش تعيش في الرخص. وطالما هذا طالما هذا الخط ما تتعداش داخليا، طالما البقاء مقدم على الكرامة، طالما الخوف يتسمى حكمة، طالما الصمت يتسمى صبر. والسؤال يرجع وين راه الحل؟ والجواب يبقى نفسه، راه هنا. لكن يتطلب أننا نتعلموا حاجة وما نكونوهاش. يتعلم ويتطلب منا أننا نكونوا مواطنين ماشي غاشي. ولهذا بالضبط هذا الحل مرفوض.